أهلا بكم مشاهدينا الكرام في نشرتنا وتتابعنا في عناوينها. الشيات يبرز خلفيات غياب النجاحات الدبلوماسية في ملف الصحراء عن خطاب المسيرة الخضراء. الرئيس السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية يحذر من تقارب الجزائر وروسيا. عين أوروبا على خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب بعد أزمة الطاقة. تفاصيل 3 وساطات عرقلها السعيد شنقريح لإنهاء الأزمة بين المغرب والجزائر. ونبدأ نشرتنا الشيات يبرز خلفيات غياب النجاحات الدبلوماسية في ملف الصحراء عن خطاب المسيرة الخضراء. ركز الملك محمد السادس خلال الخطاب الذي ألقاه يوم أمس الأحد 6 نوفمبر الذي يصادف الذكرى 47 للمسيرة الخضراء على الحديث عن حصيلة البرنامج التنموي الخاص بالأقاليم الجنوبية المغربية. وعدد محمد السادس المشاريع التنموية التي تم إنجازها في إطار البرنامج التنموي المذكور الذي تم توقيعه بالعيون خلال شهر نوفمبر من سنة 2015 وبمدينة الداخلة في شهر فبراير من سنة 2016 وبموجبه تم إنشاء الطريق السريع بين مدينتي تزنت والداخلة وتم ربط المنطقة بالشبكة الكهربائية وتوسيع شبكات الاتصال كما تم الانتهاء من محطات الطاقة الشمسية والريحية المبرمجة. وبالرغم من النجاحات التي حققتها الدبلوماسية المغربية في ملف الصحراء إن على مستوى حشد دعم دول العالم لمغربية الصحراء أو فيما يتعلق بالمسار الأممي فإن الملك لم يشر إلى ذلك قط. ما يطرح السؤال حول الرسالة من وراء هذه الخطوة. رداً على ذلك يرى أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة خالد الشيات أنه ليس من المطلوب أن يناقش الخطاب كل شيء، خاصة أن النجاحات الدبلوماسية في ملف الصحراء أصبحت كالشمس من فوقنا، والجميع يتابع فتح القنصليات بالأقاليم الجنوبية ويرى العمل الذي يقوم به المغرب على مستوى الأمم المتحدة إلى جانب ما خلفه ذلك من نزعة على مستوى الدولي لحل هذا الملف من خلال حل سياسي. وتحول موقف عدد من الدول الكبرى أمريكا، ألمانيا وإسبانيا. ووفق الشيات الذي كان يتحدث لام آشكين فإن تكرار ما تم تحقيقه على المستوى الدبلوماسي في كل خطاب لن يكون له هدف، وفي المقابل خطاب أمس كان محوره اقتصاديا تنمويا بالأساس ويربط تنمية الأقاليم الجنوبية والمشاريع التنموية في إطار النموذج التنموي الخاصة بهذه المنطقة بسيرور العلاقات مع الدول الإفريقية خاصة دول غرب إفريقيا. وفي موضوع آخر، الرئيس السابق للمخابرات الخارجية الفرنسية يحذر من تقارب الجزائر وروسيا. بات التقارب الملفت بين روسيا والجزائر يثير الكثير من التساؤلات، خاصة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والحصار المفروض على موسكو من قبل الغرب، بينما تختار الجزائر تعزيز تنسيقها مع الروس في إمدادات الأسلحة والتدريب بشكل خاص. آلان جوليت الرئيس السابق لجهاز المخابرات الخارجية الفرنسي استنكر ازدواجية معايير الإليزيه في تجاهل العلاقات الروسية الجزائرية في سياق الحرب في أوكرانيا، لافتاً إلى أن الجزائر هي ثالث أكبر مستورد للأسلحة الروسية. ومنذ الحرب الباردة ظلت العلاقات الروسية الجزائرية مترسخة، وعلى الرغم من الصعود والهبوط الناجم عن السيناريوهات العالمية المختلفة ظلت العلاقات الثنائية مستقرة دائما. وعلى مدى السنوات الثلاث الماضية استوردت الجزائر أكثر من 80% من معداتها العسكرية من روسيا، وهي أيضا مشارك منتظم في التدريبات العسكرية للكرملين. وتبرر الجزائر تقاربها مع نظام موسكو بكونها تبحث تعزيز التعاون مع موردها الرئيسي للأسلحة. ومن ناحية أخرى تقترب أكثر من محور الصين والتوازن على الجانب الشرقي. وفي مقابلة له ندد آلان جوليت الرئيس السابق للمديرية العامة للأمن الداخلي وهو جهاز المخابرات الخارجية الفرنسي بالصمت الفرنسي والغربي بشأن مشاركة الجزائر في مناورة فستوك العسكرية 2022. وشدد الأستاذ السابق في المدرسة الوطنية للإدارة ANA وهي مصنع لمسؤولي الدولة حيث درس الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون على أنه لم يتحدث أحد في فرنسا عن حقيقة أن الجزائر تشارك في تلك المناورات. وشاركت الجزائر في أوائل شتنبر في فستوك 2022 وهي مناورة عسكرية أجريت في 9 معسكرات تدريب روسية في شرق الدولة الأوراسية وكذلك في المناطق البحرية والساحلية في بحار أوخوتسك واليابان.
وتكشف مشاركة الجيش الجزائري في فستوك 2022 أنه قريبا جدا منا. على الجانب الآخر من البحر الأبيض المتوسط هناك بلد يعمل في نهاية المطاف مع الروس، ومن الواضح أنه لا يتفق مع ما يحدث في أوروبا، يقول جولييت في مقابلة مطولة مع مجلة فاليرز أكتويلز. وفي موضوع آخر، عين أوروبا على خط أنبوب الغاز نيجيريا المغرب بعد أزمة الطاقة. كشفت الحرب الروسية الأوكرانية حاجة الدول الأوروبية إلى الطاقة، وباتت مهددة في توفيرها لمواطنيها في ظل استمرار الحرب، وهو ما دفعها إلى التوجه إلى إفريقيا علها تجد بديلا لتلبية حاجاتها من الغاز والطاقة. وتبعا لذلك طفت دبلوماسية الطاقة على السطح، حيث باتت الدول الإفريقية خصوصا شمال القارة قبلة للمسؤولين الأوروبيين للظفر بكعكة الطاقة في القارة السمراء. خطوط أنابيب في ظل الغموض الذي يطبع مستقبل الحرب الروسية الأوكرانية، تحركت المشاريع الرامية إلى توفير الطاقة عبر أنابيب الغاز انطلاقا من إفريقيا، حيث وصل مشروع خط أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا إلى مرحلة الدراسات التقنية والهندسية التفصيلية، في حين أن الأطراف تبحث عن تمويل يقدر ب 25 إلى 30 مليار دولار. ويعبر الأنبوب 13 دولة في غرب إفريقيا قبل أن يصل إلى أوروبا، وتم الاتفاق عليه مع المغرب في 2016. كما تجدد الاهتمام الجزائري النيجيري بمشروع قديم لنقل الغاز إلى أوروبا في إطار ما يعرف الأنبوب العابر للصحراء. وفي كشف وزير الطاقة النيجيري تيميبري سيلفا أن حكومة بلاده شرعت بتنفيذ بناء خط أنابيب لنقل الغاز إلى الجزائر، والتي ستقوم بدورها في مرحلة لاحقة بنقله إلى دول أوروبية. وبدأ الحديث عن مشروع أنبوب الغاز نيجيريا الجزائر إفريقيا قبل أزيد من 20 عاما. كما أبدت ليبيا استعدادها لإنجاز أنبوب غاز ليبي نيكري يتجه إلى أوروبا. أمن الطاقة تتخوف دول أوروبا من التهديد الذي يطال أمن الطاقة بسبب تقلص وتضرر إمداداتها من روسيا التي تعتبر أحد أبرز مزودي الدول الأوروبية، لذلك اعتمدت إجراءات استباقية منها تقليص استعمال الطاقة على أبواب شتاء بارد. فرنسا توجهت إلى الجزائر، بينما بريطانيا وضعت أعينها على الطاقة المتجددة في المغرب، فيما تبحث إسبانيا عن تأمين مستقبلها الطاقي. في المقابل، إيطاليا توجهت إلى الجزائر وأنغولا ومصر والكونغو ونيجيريا، بينما دول غرب أوروبا والمملكة المتحدة وجدت من الغاز الطبيعي القادم من الولايات المتحدة بديلا لتعويض الغاز الروسي. ودول الاتحاد برمتها تحاول تفعيل دبلوماسية الطاقة لعلها تظفر بعقود طويلة الأمد. وفي موضوع آخر، تفاصيل 3 وساطات عرقلها السعيد شنقريح لإنهاء الأزمة بين المغرب والجزائر. يبدو أن العلاقات الجزائرية المغربية محكوم عليها بأن تظل متوترة للغاية ومتجمدة طالما ظل الجنرال سعيد شنقريح رئيس أركان الجيش الوطني والشعبي والمسؤول الأول عن المؤسسة العسكرية الجزائرية في الحكم. وبحسب ما أوردته صحيفة مغرب أنتليجنس نقلا عن مصادر مختلفة، فإن سعيد شنقريح يقف وراء عرقلة 3 محاولات وساطة مقترحة للجزائر لبدء مفاوضات بهدف تحقيق المصالحة مع المغرب. وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه تم اقتراح الوساطة الأولى منذ بداية عام 2021 من قبل المملكة العربية السعودية، التي ضاعف قادتها ودبلوماسيها الاتصالات والمقابلات غير الرسمية والرسمية مع رمضان العمامرة رئيس الدبلوماسية الجزائرية، بالإضافة إلى قادة أمنيين أو سياسيين آخرين في السلطة الجزائرية بالترتيب، لعرض خدماتهم للسماح باستئناف الاتصالات بين الجزائر العاصمة والرباط. أما الوساطة الثانية اقترحتها جامعة الدول العربية منذ بداية العام 2022، وقدمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية عدة مقترحات لتنظيم جولات مفاوضات بهدف إعادة العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط. وفيما يخص الوساطة الثالثة، حسب المصادر ذاتها، فقد اقترحت منذ بداية صيف 2022 من قبل قطر، التي التقى أميرها الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في عدة مناسبات بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون لمحاولة إقناعه بقبول وساطة الدبلوماسية القطرية على أمل حل الخلافات بين الجزائر والمغرب.
وبحسب مغرب انتليجنس فقد فكر أمير قطر الشيخ تميم في عقد قمة مصغرة في الدوحة تجمع دبلوماسيين جزائريين ومغاربة لمناقشة مباشرة لقضايا التوتر التي تسببت في انقطاع العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر والرباط نهاية شهر غشت من العام 2021. وأشارت المصادر ذاتها أنه اتضح أن هذه الوساطات الثلاث فشلت في إضعاف الموقف الجزائري لأنه في كل مرة يستخدم فيها حق النقد من طرف رئيس المؤسسة العسكرية الجزائرية الذي يوصي دائما بتصلب مواقف الجزائر ضد المغرب والاستيعاب لخصم استراتيجي يمكنه مهاجمة أمن الجزائر.